السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات في الصيدلية. النهاردة هنتكلم عن دواء أو جل للفم، أورال جل أو جل للفم، عشان يبقى الكلام معروف من البداية، لأن في جل تاني ممكن يستخدم لأي للجسم أو كريم او مراهم او كده، لكن ده مخصوص للاورال جل، يعني للفم بس، ما فيش استخدام، يعني مش اي حاجة تستخدمها في الفم. طبعا ميكوناز اورال جل غني عن التعريف طبعا، وممتاز جدا في نتائجه الفعالة لالتهابات اللثة واللسان او الحلق. طبعا هو للاستخدام داخل الفم. لازم تتأكد كويس جدا من كلمة اورال جل بالانجلش او كلمة جل للفم، عشان تحطه يتحط في الفم او يبقى في داخل في البق، يعني بالعربي او بالمصري زي ما احنا بنقول. ده اللي ممكن تلاقي فيه مكونات تاني بس مش اورال جل. اورال جل ده طبعا فيه مادة مسكنة او مخدرة طبعا هو تركيبة مضادة للفطريات ولالتهابات الحلق، وطبعا لازم يكون في مادة مسكنة. طبعا ممكن الاقي حاجة طالعة في لسانك او في اللثة او في الحلق او يعني داخل الفم، وبتبقى عاملة لك مشكلة مع الكلام، او عاملة لك مشكلة مع البلع او كده، او مع المية، يعني دايما عاملة لك وجع شديد. وطبعا ممكن تاخد مسكن فتحس ان تأثيرها راح، ولكن بتبقى عاوزة حاجة جوه الفم عشان تخدرها او تعالجها. اي فطريات داخل الفم، في اللسان، تحت اللسان او في اللثة، بميكوناز اورال جل طبعا نتائجه فعالة جدا. هو جل بتضع كمية قليلة منه لطريقة الاستخدام، يعني بتضع كمية قليلة جدا منه على المكان المصاب سواء في داخل الفم. ممكن 4 مرات في اليوم، طبعا لاستخدامه للأطفال من سن 4 شهور. طبعا لو أقل من كده لازم تبقى طبعا استشارة طبيب، هو اللي يبقى قايل عليه، يعني وصفة الطبيب. غير كده طبعا ممكن تستخدمه في أي وقت، مفيش أي مشكلة، مفيش أي ضرر منه. طبعا بيجيب نتيجة، اللي هو بيسكن لك الألم، أو بيخدره يعني انت ما تحسش بالألم. وطبعا بيعالجه وبيمنع تكون بكتيريا والفطريات داخل الفم. طبعا سعره 23 جنيه. طبعا برضو سعره يعتبر كويس بالنسبة لقيمته او فعاليته. طبعا ما تنسوناش في الاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.